باشمهندس هاني، عندي برضو سؤال بدوركم اللي حصل وقت الكوفيد والكورونا، فممكن حضرتك تحكي لنا عنه؟ فموضوع الكوفيد ده كان موضوع قاسي جدا. حظي كان كويس ان انا شغال بالمنتجات التقنيه، في جزء فيها ميليتري، في جزء للقوات المسلحه. وكنت بتعامل في الوقت ده في مشروع معين مع مصنع 81 حربي. الحربي. فقلت للدكتور محمد ده في ممكن ان احنا نشتغل على نسيج للكمامات اللي هو ريوزبل، يعاد استخدامه بدل الكمامه اللي بتترمي. الكمامه اللي بتترمي. فكنت اتسليت ان انا قاعد المصنع عندي حتى فاضي. فقاعد انا شغال وتيم صغير كده في التطوير شغالين على اقمشه بنحاول ان احنا نحسن الانتي بكتيريال فلتريشن، فن للفن يعني. فعملت كذا حاجه وبعتها هيئه متخصصه في المواصفات الفرنسويه، الافنار. كانوا اول ناس عملوا مواصفه لمنسوجات ممكن تصلح انها تشتغل فلتريشن للكلام. طب ماشي، لو احنا اشتغلنا عملنا كمامات ريوزبل، الديسبوزبل دي اللي هي بتستخدم مره وتترمي، طبعا تلوث كبير جدا، وفي نفس الوقت ما كانش في طاقه موجوده ولا خامات موجوده. شغلنا عشرات مصانع التفصيل ما شاء الله على الموضوع ده وكانت يعني دي قصه ملهمه جدا، انه في وقت الازمه لو انت قعدت حاطط ايدك على خدك خلاص ما حدش هيعمل حاجه.